رئيس جمهورية موريتانيا محمد ولد الشيخ الغزواني يهنئ الفرق الطبية الجزائرية والموريتانية التي أنجزت عمليات زرع الكلى بنجاح، معرباً عن شكره وامتنانه للجزائر. ففي تطور طبي يعد علامة فارقة في تاريخ القطاع الصحي الموريتاني، تمكنت الفرق الطبية بالتعاون مع فرق جزائرية متخصصة من إجراء أولى عمليات زرع الكلى بنجاح داخل الأراضي الموريتانية. هذا الإنجاز جاء ثمرة لتعاون ثنائي مثمر بين البلدين، تجسد من خلال اتفاقيات شراكة وتبادل خبرات تهدف إلى توطين تقنيات زراعة الأعضاء وتعزيز قدرات الكوادر الطبية المحلية. الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني وخلال زيارته للمركز الوطني لأمراض القلب في نواكشوط عبر عن فخره بهذا الحدث، ووجه خلالها تهنئة خاصة للطواقم الطبية التي شاركت في العمليات، مشيداً بكفاءتها العالية والتزامها الإنساني، كما عبر عن امتنانه العميق للجزائر قيادة وشعباً على دعمها المتواصل ومواكبتها الفعالة لهذا البرنامج الحيوي الذي يجسد روح التضامن والأخوة بين البلدين. ويعد هذا النجاح خطوة استراتيجية نحو تعزيز السيادة الصحية لموريتانيا وتقليل الاعتماد على العلاج في الخارج، خاصة في مجالات دقيقة مثل زراعة الأعضاء، كما يفتح الباب أمام تطوير برامج مماثلة في المستقبل تشمل زراعة الكبد والنخاع، ويسهم في بناء منظومة صحية متكاملة قادرة على الاستجابة لتحديات العصر. هذا الإنجاز لا يمثل فقط تقدماً طبياً، بل يجسد إرادة سياسية واضحة في جعل الصحة أولوية وطنية، ويرسل رسالة أمل لكل المرضى الذين ينتظرون فرصة للشفاء داخل وطنهم دون الحاجة للسفر أو الانتظار الطويل.